تخيل ان الجسم ليه سيرة ذاتية زيه زي الانسان بالظبط. زي ما الانسان له تاريخ وفي احداث عاشها وفي ذاكرة عند الانسان، الجسم كمان له احداث بيخزنها وله ذاكرة. يعني بيخزن كل لمسة ما كانتش كويسة، كل كلمة الجسم وصلت له ان هو نقد ليه، ده الجسم بيخزنها وبيحطها في سيرته الذاتيه. طب والسيره الذاتيه دي بتتكون ازاي؟ بتتكون من ذاكره الصداميه، انه يكون عدى على الانسان او الطفل من يوم ما اتولد احداث صداميه ارتبطت باحداث كانت خاصه بجسمه، زي مثلا العنف اللي بيمارسه احيانا بعض الاباء والامهات على الاطفال. طب ايه تاني الجسم بيخزنه؟ احيانا بتحصل بعض التحرشات للاطفال الجنسيه، بيفضل الجسم كذاكرة مخزن الألم اللي حسه، مخزن الخزي والعار اللي حسه في جسمه في اللقطة دي. كمان في حاجة إنه الحاجات التعليقات أو الحاجات الناقدة اللي بيوجهها الأهل أو المجتمع بتفضل متخزنة في ذاكرة الجسم، وبيتكون للجسم سيرة ذاتية. للأسف الشديد السيرة الذاتية دي لو كان كلها رسائل فيها ألم وفيها تشويه لصورة جسمه، على طول بتخلي الطفل أو الإنسان ماشي ومحمل بعدم قبول لجسمه، وده اللي بيخلينا نوصل لمراحل فيها تشويه لصورة الجسم.